السلام عليكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ وحشني كتير. معاكم النهارده رانيا فضفضه قلبي مع رنوش. هنبدا فضفضه جديده، ويا رب يكون المحتوى القناه عجبكم، وتقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد، واشوف كومنتاتكم الجميله على القناه. النهارده هنبدا فضفضتنا. انا مش طالبه كتير، كنت بس عايزه اكون رقم واحد في حياه حد، مش احتياطي، مش مؤقت. بس واضح اني حتى ده طلع كتير عليا. انا سما بنتي بتحب بصدق، بتخاف على اللي بتحبه اكتر ما بتخاف على نفسها. ولما دخل حياتي مالك حسيت انه الامان اللي عمري ما لقيته. كلامه، اهتمامه، خوفه عليا، كل حاجه فيه. كنت كانت بتقول لي انا جنبك ومش هسيبك. عدى شهور وكنت بحس ان ربنا عوضني. بس فجأة بدأت احس بحاجه مش مفهومه. كلامه قل، اهتمامه بيختفي، بقى غريب. سألته مالك في ايه؟ يرد ببرود، مشغول، عندي ضغوطات. بس قلبي كان بيقول لي في واحده تانية. صوت داخلي. بدأت أربط الحاجات ببعض. كلمة نزلت مني بالغلط، صورة شفتها بالصدفة ويا ريتني ما سألت. اعترف، قال لي أنا آسف، قلبي راح لحد تاني. طبعا ده وجع كبير قوي. قال لها كأنها حاجة بسيطة، كانت الذكريات دي، الضحك، الدموع، كل ده كان لعب. أنا ما بكيتش قدامه، بس قلبي اتكسر بصمت. رجعت بيتي يومها، فتحت موبايلي، قعدت اتفرج على صورة واقول ازاي قدرت تعمل كده. انا مش عارفة اقولك ايه، بصراحة الموضوع صعب فعلا. عدى شهور وهو اختفى وهي سابته، وسمعت صوته بيرن تاني. طبعا الاحساسي بتاعه بقى يحاول يرجع له. بيقول لي انا اسف، اكتشفت اني ما لقيتش زيك. بس المرة دي انا اللي قفلت الباب. انا مش هدخل نفس الجرح مرتين. انا اتكسرت مرة، بس قلت انا اللي كنت روحي في حضنك. دلوقتي بقيت روحي في حضن ربنا، ومش ندمانة. طبعا انت ما ينفعش تديله الامان تاني، انت اتكسرتي. انت كنت كل حاجة بالنسبة له. ما حسش بده، قام لقى واحدة تانية غيرك راح لها. ده ما ملهوش الامان، ما ينفعش تديله الامان انت مرة تانية خالص. انت كويس اللي قفلتي الباب في وشه. انت مش احتياطي علشان يجي يقول لك انت ما لقيتش زيك. انا مش مستنياك، مش قاعده على معلش الترابيزه او الكرسي مستنيه حضرتك تيجي تقول لي انا اسف. لا، اسف هعمل بيها ايه؟ انت غلطت في حقي، انت ما دوستش على ايدي ولا قلت ولا دوست على رجلي ولا خبطتني في وشي. وجاي تقول لي انا اسف؟ انت دوست على قلبي، دوست على مشاعري، دوست على كل حاجه. اسف ايه؟ ايه الاسف اللي انت ده يعوضني بيه؟ كلمة آسف دي، لو معلش دوست على إيدي، دوست على رجلي، آسف هستحملها، هقبلها منك. لكن أنت دوست على مشاعري، دوست على كرامتي، دوست على كل حاجة حلوة ما بيننا، وجاي دلوقتي تقول لي أنا آسف. أنا طبعا مش هقبلها. وكويس اللي أنت قفلتي الباب ده. أنا رأيي ما ينفعش واحد أنت حبيتيه وهو زي ما كان بيمثل هو بيحبك، وفي الآخر راح لغيرك، مثلا شاف منها كلمة ولا شاف منها حاجة وفي الآخر بعته. هو ما يستهلكيش، انت تستاهلي حد احسن منه بكثير. وحبيبتي اما تيجي تحبي، حبي بصدق، حبي بعقلك وقلبك، مش بقلبك بس. قلبك هي ممكن يدلك، لكن قلبك وعقلك ماشي. البني ادم بس الست او البنت لما بتحب بجد، ممكن تضحي باي حاجه عشان حبها ده يكمل. لكن الشخص اللي قدامها يا ترى يستحق الحب ده ولا لا؟ عشان كده اي واحده ست او اي بنت تحب بعقلها وقلبها، مش بحاجه واحده. الاتنين بيساندوا بعض، الاتنين هيعرفوا هينوروا طريقك. لكن قلبك ممكن يدلك، ممكن يمشيكي في طريق انت مش قده. عشان كده انا بقولك انت اخترتي صح. خليكي صح، ربنا يمكن فعلا ربنا نور لك كده عشان انت تستاهلي احسن من كده. ده رأيي، واستنى رأي الجمهور ويشوف رأيي من رأيكم ولا لأ، واستنى كومنتاتكم الحلوة. ويا رب تكون الفضفضة دي عجبتكم. هنا نسمع بعض وبنكلم بعض وبنحكي. بص اكننا بنكلم نفسينا. استناكم في فضفضه جديده وكومنتاتكم جميله. ومع السلامه، معاكم رانيا في فضفضه قلبي مع رنوش.